السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والياسمين، ازيكم يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ طمنوني عليكم كده. قبل ما ابدأ الفيديو النهاردة لازم اقول حاجة مهمة جدا الاول. انا النهاردة مش جاية ادي نصايح مثالية ولا اتكلم من كتاب او نظريات. انا جاية اتكلم بصراحة ووضوح عن تجربة حقيقية انا عايشاها بنفسي، وفعلا غيرت حياتي وخلت فلوسي لأول مرة تكفيني لآخر الشهر وأحوش منها كمان. واظن ان انا نزلت لكم فيديو بان انا بحوش، ووريتكم انا حوشت قد ايه في 10 ايام. مش هقول ان الموضوع سهل، ومش هقول اني بقيت مثالية في الصرف، لا أنا بحاول على قد ما اقدر. انا بس هنا هحكي لك ايه اللي اتغير فعلا، وازاي قرارات صغيرة جدا وبسيطة عملت فرق كبير وخلتني احوش. صدقيني يمكن في حاجات هقولها دلوقتي تكوني انت كمان بتعمليها من غير ما تاخدي بالك ان الحاجة دي هي السبب في ان فلوسك بتخلص، ما بتعمليش قرش، ما بتجيبيش حاجة نفسك فيها. خليكم معايا لآخر الفيديو، لأن كل نقطة في الفيديو ده فرقت معايا جدا 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 وبشكل مش طبيعي. أول حاجة، أنا كنت عاملة كارت مرتب مشتريات بيلفوا علينا كموظفين من البنوك علشان يغرونا بالكارت ده، وعملته وقعدت فترة طويلة ما استعملوش. عرفت ان بيتعمل عليه رسوم، طول ما انا ما بستعملوش فضلت ما استعملوش لحد ما موبايلي اتكسر. انا الموبايل ممكن يقع مني كذا مرة ويتكسر كذا مرة، كل مرة اصلحه لحد ما خلاص بقى يجي عليه وقت ما عادش ينفع يتصلح. فكنت مضطرة ان انا اشتري موبايل، لان انا في حاجات في شغلي، انا بشتغل في الترجمة من البيت جنب ان انا مدرسة، فبيتبعت لي الشغل على الموبايل، ماسنجر او واتس او ايميل، فكان لازم ان انا اشتري موبايل. فكرت في كارت المشتريات، ودي للأسف قل عن حاجة أنا فكرت فيها. ليه بقى؟ كارت المشتريات ده أنا اشتريت منه موبايل ب7000 جنيه، يعني عليا للكارت 7000 جنيه. كنت مفكرة إن الكارت ده مجرد وسيلة هتسهل عليا شراء الحاجة اللي أنا عايزاها، وأقسط براحتي بقى وأدفع براحتي. الحقيقة اللي اكتشفتها بعد كده بعد وقت إن هو لعنة. كل مرتب ينزل، قبل ما نقبض المرتب ده، لو المرتب نزل الساعة 1 بالليل، مفيش حد شغال اهو، ونزلت قبضت الساعة 8 الصبح من المكنة، ألاقي المرتب نقص من 1000 ل1500 جنيه كل شهر. ولما أسأل يقولوا ده سداد الكارت، سداد الكارت. قعدت شهور، أنا قعدت أكتر من سنة على الوضع ده، كل ده الكارت ما تسدش. أتريهم بيعملوا إيه؟ بيسحبوا مني كل شهر من 1000 ل 1500 جنيه، بياخدوا 400 جنيه أو 500 جنيه رسوم ويحطوا لي الباقي. وبعد فترة لو ما سددتش الفترة اللي بعدها أو سحبت، يعني صادف إن أنا سحبت المرتب قبل ما ياخدوا منه فلوس، ياخدوا من اللي موجود اللي هم أخدوه خلاص رسوم تانية، وهكذا. وبعدين المهم ما كنتش حاسة بالمرتب، كنت بقبض أقل من زمايلي من 1000 ل 1500 جنيه. ده ما كانش مجرد سداد بقى وخلاص، كنت بحس إن في دايرة مقفولة، أقساط وفواتير ومصاريف وحاجات صغيرة بتتجمع عليا وبتكبر من غير ما أحس، أولهم الكارت ده. المهم طلعت الفيزا دي بدل ما كانت بتساعدني كانت بتخليني أصرف أكتر من قدرتي، وبعدين أرجع أعيش ضغط تاني طول الشهر عشان ألحق أكمل باقي المصاريف. ما هو اللي معلش يعني لما بيجيلي قرشين وعاملة حسابي عليهم في المصاريف أو الفواتير أو غيره أو علاجات أو غيره، ويتاخد منهم من 1000 ل 1500، طب ما أنا كده بيضيق عليا وبضطر أستلف آخر الشهر. هنا خدت القرار، قلت خلاص بقى أنا هقفل الفيزا دي نهائي. كنت عاملة جمعية. المهم أنا قلت لكم إن أنا اشتريت الموبايل ب7، أنا وصل لإن أنا عليا للكارت 10250، لأن كنت كل شوية ما بتزنق بسحب منه، ما أنا بتزنق آخر الشهر مش لاقية إن أنا أصرف، بعد ما هو أخد الفلوس أسحب منه يتراكم فلوس أكتر، وهكذا لحد ما بقى عليا 10250. شوفوا وصلت لإيه.
يعني أخد مني قد اللي أنا سحبته في الأول 1.5 مرة. أنا قررت إن أنا مش بس هوقف استخدامه، لأ، أنا هلغيه خالص. قررت أخلص منه وأشيله من حياتي تماما. وأول ما عملت كده أنا دفعت فلوس الجمعية وقالوا لي استني 48 ساعة وبعدين قدمي طلب إنه يتلغي، وحصل. وما قفلهوش. شوفوا اللي جاي بقى. ده أنا لما كنت مستلفة كنت خايفة إن أنا عشان اتأخرت في السداد شوية إن هيعملوا لي حاجة، هيعملوا لي مشكلة، هيبقى في قضية، هيبقى في حاجة. ولا الهوا ممكن يسيبوكي سنين ما تسديش. خلاص. لأنهم مستفيدين، هم كل شوية يحطوا عليك رسوم يحطوا عليك رسوم، وانت غصب عنك هتدفعي. قعدوا كذا يوم يكلموني سيب الكارت سيب الكارت، خليه خليه، ومفيش فايدة فيها. اضطريت أو كنت مصممة إن أنا أقفله خالص. أول ما قفلته وخلصت منه حسيت لأول مرة إن المرتب بقى بتاعي. يعني بقبض فلوسي في إيدي. الأول ما كنتش عارفة أنا بقبض كام أصلا أو نازل لي مرتب كام، لأن كل مرة الفلوس نازلة ناقصة. المهم بقيت عارفة داخل لي كام، وبقيت عارفة بسحب كام من فلوس المرتب. تاني تغيير، وقفت أو توقفت عن الشراء العشوائي للأطفال أو لولادي، مصروفه بس. دي تاني حاجة غيرتها. كنت بتعامل مع الشراء بشكل عام وخصوصا لولادي إن عادي، إيه يعني لما حد فيهم يطلب حاجة زيادة عادي. أول ما حد يطلب حاجة كنت بشتريها على طول، ما بفكرش، ما بحسب لهاش، ما بسألش نفسي هو ده مهم. لا، هو أنا جعان، طب أنا عايز أجيب كذا، طب خد. أنا جعان عايز أجيب كذا، طب خد. كنت بقول حاضر وخلاص، لحد ما بدأت ألاحظ إن الموضوع مش بسيط زي ما كنت فاكرة. وبدأت أكتب وأيد، لقيت الكلام ده بياخد مني مصاريف كتير جدا. الطلبات الصغيرة اللي أنا كنت شايفاها عادية لما تتجمع على بعضها بتعمل مبلغ. بدأت أغير الطريقة دي. أنا ما بمنعش، لكن خدت القرار إن كل واحد ليه مصروفه خلال اليوم، مش هيزيد حاجة عنه. جعان كل من البيت. أي طلب دلوقتي هو نفسه أو الطفل نفسه أو ابني نفسه أو بنتي بقوا بيفكروا فيه قبل ما يطلبوا. يعرفوا هيقدروا يجيبوه من المصروف خير وبركة، مش هيقدروا يجيبوه خلاص تاني يوم يجيبوه من المصروف عادي جدا. تالت تغيير إن أنا أتحكم في الخروج والمشتريات اللي بره البيت. أكتر الحاجات اللي لاحظتها إن أنا لما كنت بنزل وأنا معايا فلوس كان لازم أشتري حاجات قبل ما أروح. لازم كنت بصرف من غير ما أحس. مجرد الفلوس تبقى في إيدي كانت بتخليني أشتري حاجات مش محتاجاها، أو ببقى محتاجاها بس مش من التزاماتي. بدأت أنزل بميزانية محددة. قلت لكم في الفيديو اللي حوشت فيه إن أنا بقيت أنزل ب50 جنيه كل يوم فقط. مواصلاتي 36 جنيه، هيتبقى 14 جنيه. حاجة ملحة أوي أوي أوي، ومضطرة إن أنا أشتريها هشتريها. مش ملحة أو مش من التزاماتي، مش من مسؤولياتي، من مسؤولية حد تاني في البيت، ما اشتريهاش. باقي الفلوس بحوشها. لقيت نفسي بصرف أقل بكتير جدا، وكأن الفلوس الكتير اللي كنت بنزل بيها كانت بتخليني أصرفه براحتي وبشكل عشوائي. لكن لما حطيت حدود بقت قراراتي أهدى وأدق. رابع تغيير، حطيت لنفسي هدف واضح بدل ما أنا عمالة أصرف وخلاص. كان كل اللي يهمني إن الشهر يكفيني من غير ما استلف. لا، بعد ما كتبت أهدافي، كتبت مشترياتي وسلوكياتي في الشراء، لقيت إن في فرق كبير. هدفي رقم 1، ربنا يا رب ينولهولي وينولهولكم إن شاء الله، الذهب. من أكتر الحاجات اللي ممكن تغير نفسيتي عامة إن أنا ممكن أشتري حتة دهب. حطيت لنفسي الهدف ده، مش فكرة إن أنا جايباه عشان أستثمر وأحوش وخلاص، لكن عشان أعوض حاجات كتير. الوقت بقى هدفي بدأ واحدة واحدة. نونو نفسي أجيب ربع جرام دهب
او حلق البسه في ودني. ليه؟ لان انا صرفت فلوس كتير جدا على بعض المواقف او بعض الاوقات. كنت مرضيا مش تمام، عملت عملية، علاجات ودكاترة وتحاليل وحاجات كده، كنت ببيع لحد ما بقى مفيش خالص يعني، والحمد لله. فانا نفسي ان انا اعوض ده، مش هعوض كله طبعا، مفيش حاجة بتتعوض بالكامل، بس نفسي اجيب حاجات البسها بس. المهم كل يوم بفكر ازاي اقرب خطوة صغيرة من الهدف ده، ان انا اجيب دهب. حتى لو كل يوم عينت مبلغ صغير او حوشت مبلغ صغير، الموضوع مع الوقت بقى هيجمع ان شاء الله. انا حسيت ان النقطة دي حاجة انا ببنيها لنفسي، مش مجرد ان انا بحوش وبس، لا، انا ببني لنفسي حاجة عاوزة اوصلها في الاخر. خامس حاجة، التوقف عن حمل مسؤوليات غيري، اللي هي مسؤوليات والتزامات، او عليا مسؤوليات والتزامات اعملها، على غيري مسؤوليات والتزامات ما اعملهاش. من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها ان افرق ما بين مسؤوليتي ومسؤولية غيري. زمان كنت بحس اني لازم اشيل كل حاجة، او على قد ما اقدر اشيل عن غيري واساعد في حاجات كتير حتى لو مش عليا، لكن مع الوقت اكتشفت ان ده بيستنزفني ماديا ونفسيا. بدأت اغير ده بالراحة، بقيت التزم بمسؤوليتي انا بس. قلت لكم بدأت ان انا انزل بفلوس على قد مواصلاتي واقل القليل وبس، ما كنتش بشتري حاجات مش عليا. وده فرق جدا 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 في استقراري المادي، او استقرار الفلوس، او انها تقعد معايا وتكفي. سادس حاجة، المواصلات والقرارات الصغيرة اللي انا كنت ما باخدهاش زمان. كنت عامله لكم فيديو بتريق على الناس اللي بتركب مواصلات وتمشي جزء عشان توفر جنيه او 2 جنيه، وناس كتير عجبها الفيديو وقالوا ان في ناس كتير كده كده فعلا. المهم فعلا انا كنت مستتفهفاها، يعني انا ليه امشي واوفر جنيه ولا 2 جنيه؟ طب ما انا اركب بيهم، ايه المشكله؟ اركب مواصله تانية توصلني للمكان نفسه، والفرق جنيه، جنيه ونص، 2 جنيه. طبعا المواصلات زادت، فبقى الفرق بالنسبه لي انا كبير شويه، بقى حوالي 5 أو 6 جنيه في اليوم. يعمل مبلغ يتحط في علاجاتي أولى، يتحط الحاجة لولادي أولى، وهكذا. حسيت ان الفرق البسيط ده لو استمريت عليه ممكن يعمل حاجة، وما بقاش قاعدة في حياتي ان انا لازم هركب جزء وامشي جزء، لا، نازلة بدري وهلحق مشواري او هلحق شغلي واقدر عندي وقت ان انا اركب جزء وامشي جزء، بعمل كده. متأخرة، لا، بركب المواصلة الأطول اللي بتاخد فلوس أكتر، حسب وقتي، حسب مجهودي، هل أنا صحيا أقدر أمشي الجزء ده ولا لا. لكن لو مضطرة وصحتي ما تجيبنيش إن أنا أمشي، هركب طبعا. المهم بدأت ألاحظ إن أنا بدأت أمسك زمام الأمور في كذا حاجة. في حاجة كمان يمكن تبان إنها صغيرة أو بسيطة أو هبلة، بس فرقت معايا بصراحة. أنا بقيت باخد سندوتشات من البيت. كنت كل يوم وأنا رايحة الشغل بنزل مستربعة ومستعجلة، باخدش حاجة كلها، بنزل بقى بروح هناك. طب أجوع، أشتري سندوتشات. هشتري إيه؟ أقل حاجة ممكن أشتريها سندوتشات فول وطعمية. في وش المدرسة عندي واحد بيعمل فول وطعمية. كل يوم أقعد أقول لنفسي لأ، ومش نظافة، وما هماش نضاف، وبيعمل بإيده، ومنظر بيبقى مقزز بصراحة، بس ببقى مضطرة لأن دي أرخص حاجة ممكن أشتريها. غير كده هجيب ايه؟ عيش وجبنه رومي، سلخه الجبنه الرومي قد كده هتعمل لي كام؟ العيش كام؟ اما اجيب كوبايه شاي كمان كام؟ كان الموضوع بيدخل يوميا في 25 جنيه، يعني من 15 جنيه لو جايبه شقتين ل25 جنيه لو زودت عليها كوبايه شاي. وقفت، بقيت باخد سندوتشاتي من البيت وانا رايحه الشغل بدل ما اشتري من بره. يعني هي هتفرق؟ الموضوع مش موضوع سندوتش، لا، موضوع نفس
ونظافة. الأكل من البيت أكيد أنظف وأضمن وأوفر بكتير من الأكل اللي بره. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، إن أنا لما بشتري من بره أنا اللي كنت بدفع من جيبي بشكل مستمر، لكن لما أخد سندوتشاتي من البيت فده داخل ضمن مصروف البيت الأساسي اللي هو من التزامات ناس تانية بتجيبه، وناس تانية بتجيب الجبن، بتجيب العيش. بدأت أعمل السندوتشات من الحاجات دي وأوفر لنفسي جزء كبير كنت بصرفه كل يوم. أنا فيديو النهاردة مش جاي أقول إن كل اللي عملته صح 100% ولا إن أنا بقيت مثالية، لكن أنا اتغيرت فعلا. بقيت فاهمة فلوسي جاية منين، بتروح فين، هيتبقى كام، هحوش كام، هتكفيني لآخر الشهر ولا لأ. كل حاجة بقيت كاتباها وعارفاها. أحسن حاجة إنك تحسي إن أنت اللي بتدبري الفلوس أو أنت اللي بتتحكمي فيها، مش مصاريفك اللي بتتحكم فيكي. اختصار لكل اللي فات في جملة واحدة: حياتي ما اتغيرتش عشان الفلوس زادت، لكن عشان غيرت قراراتي. أهم حاجة اكتشفتها إن أنا مش لازم أعلي الدخل، أنا ممكن أعيش مرتاحة بدخلي بس لو غيرت تفكيري. لو الفيديو تاني مسك بأي شكل يبقى يمكن في حاجة صغيرة واحدة بس تقدري تغيريها من النهاردة. لو سمعتيني وحسيتي إن في حاجة بتعمليها زيي ابدأي تغيري، صراحة هتفرق معاكي جدا 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 مع الوقت. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم، تجربة شخصية لكل اللي أنا عملته وقدرت من خلاله إن أنا أوفر. فكري انت كمان وامسكي ورقة وقلم وشوفي بتصرفي في ايه وتقدري توفري في ايه. اشوفكم الفيديو الجاي يا حبايبي، مع السلامة.